السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا جدا جدا. هنعمل مع بعض ان شاء الله النهاردة شاورما اللحمة بطريقة سهلة وبسيطة، هتخليكي بتبقى محترفة فيها وهتعمليها احلى واطعم بكتير قوي من بتاعة المحلات. ان شاء الله هتعجبك الطريقة ومش هتشتريها من بره تاني. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملناها ازاي. بس يا ريت لو اول مره بتشوفوني تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد. يلا بقى نشوف عملنا الجمال ده ازاي. بالنسبه للحمه، اول حاجه احنا بنروح للجزار وبنطلب منه اللحمه تكون من وش الفخده اللي هي بيتعمل منها البفتيك، او اللي هي الريب اي الستيك بتاعت الشوي، علشان ما بتاخدش وقت كتير قوي في السوا ويدوب بس بتشم النار بتستوي على طول. هبدأ كده اقطعها تقطيع بالطول، وتكون شرايح رفيعة جدا عشان ما تاخدش وقت معايا في التسوية. هقطعها كده كلها تقطيع شاورما زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، شرايح رفيعة جدا كده وطويلة. تمام، هقطع الكمية كلها بنفس الطريقة زي ما انتوا شايفين. انا هنا خلاص قطعت كمية اللحمة اللي معايا كلها. بعد كده هنعمل مع بعض التتبيلة. اول حاجة وده اساسي معايا في التتبيلة، معايا مية بصل. بعد كده هبدأ اضيف عليهم ربع كوباية من الخل، عشان الخل بيخلي الانسجة بتاعة اللحمة تكون طرية، وربع كوباية من زيت الزيتون، ومعايا نص معلقة من الفلفل الاسود والسبع بهارات ونص معلقة صغيرة من الملح. الزيت الزيتون مش اساسي، لو حابة تستبعديه عادي مفيش مشكلة، بس هو بيديها طعم حلو قوي. هقلبهم كويس قوي كده مع بعض، وبعد كده هنزل باللحمة اللي انا قطعتها دي شرايح، وهبدأ كده بقى اقلبها كويس قوي في التتبيلة عشان تتشرب التتبيلة كلها. هقلبها كويس من فوق لتحت عشان توصل لها كلها التتبيلة زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. هدخلها التلاجة واسيبها كده حوالي ساعتين لحد ما تتشرب التتبيلة كويس قوي. بعد كده هطلعها من التلاجة وهبدأ كده اجيب ووك او جريل عندي، وهحط معلقتين كبار كده من اللي هي الضاني، اللي هي دهن الخروف، وهجيب عليهم حوالي معلقتين كده من الزيت، وهحاول كده اسيح اللي هي الضاني دي كويس قوي. بتدي نكهة حلوة قوي للشاورما وبتخلي طعمها ده في حتة تانية خالص. بعد ما تسيح معايا انا هستبعدها من الزيت اللي عندي، لو حابة تسيبيها عادي مفيش مشكلة خالص. بسيب بقى الزيت يسخن معايا كويس قوي. لازم انزل الشاورما بتاعتي على الطاسة تكون سخنة جدا عشان تاخد صدمة والانسجة بتاعت اللحمة تتقفل وتكون طرية معايا. بصفيها كده وانا باخدها من التتبيلة بتاعتها، وبنزل بيها على الطاسة او على الجريل وهو سخن جدا زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. لازم تاخد الصدمة دي علشان الانسجة بتاعتها تتقفل. هبدأ كده احط الكمية اللي معايا كلها، مش هقلبها في الاول، انا هوزعها بس كده على الوok عشان احط الكمية كلها مرة واحدة زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. بعد ما خدت بقى صدمة معايا هبدأ كده اقلبها، مش تقليب كتير. هي في الاول كده هتنزل مية مكان التتبيلة اللي كانت فيها، واول ما تبدأ تتشرب المية دي زي ما انتوا شايفين كده المية هتقل معايا بس شوية زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. ما بتاخدش وقت كتير خالص على النار. هبدأ كده في المرحلة دي هبدأ انزل كده ببصلتين متوسطين مقطعاهم كده جوليان، ويا ريت يكون بصل احمر عشان بيدي لها طعم حلو قوي. هبدأ كده بس اوزعه زي ما انتوا شايفين، وهقلبه. بس انا مش عاوزة البصل يدبل معايا جامد، انا عايزة احس بطعم الخضار وهو يكون فيه قرشة بسيطة كده. هبدأ كده اديله تقلبتين مع الشاورما. بعد كده هنزل بطماطمتين اتنين متقطعين مكعبات، وبرضه هديهم تقلبتين. وانا عايزه زي ما قلت لكم مش عايزه الخضار يدبل خالص معايا، انا عايزه احس بيه وانا باكله كده في الساندوتش زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. واللحمه ما اخدتش معايا خالص اي وقت في التسويه. الحاله دي خلاص هطفي عليها النار، وبعد كده هنزل كده بحزمه من البقدونس متقطعه كده، وهقلبها بس تكون النار مطفيه.
هي خلاص كده استوت معايا، ما خدتش وقت كتير في التسوية. اللحمة دايبة ما شاء الله وطعمها حاجة كده فوق الخيال، غير ريحتها اللي كانت قلب الدنيا. يلا نعمل بقى السندوتشات زي ما بنجيبها من بره. جبت العيش الكايزر ده وبعمله كده ياخد بس من الصوص اللي في الشاورما. بعد كده بحط الشاورما عندي في الساندوتش. وانا كنت عملت سلطة الطحينة، عملتها معاكم قبل كده. بعد كده هرشها بقى كده زي ما انتوا شايفين، وهتطلع احلى واطعم بكتير قوي من اللي بنشوفها في المحلات. طعمها بصراحة كان جميل جدا، يعني حاجة كده نظيفة وعاملاها بايديكي في البيت، احلى واطعم بكتير قوي من بتاعة بره. يلا بقى جربوها بطريقتي وقولوا لي رايكم ايه في الكومنتات. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم من كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي بألف خير. مع السلامة.